السلام عليكم، مرحبا بكم الزول في اللون فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد فيديو من الصباح والفطور باذن الله يعجبكم هذا الفيديو. واش بقى لي في كاطو العيد؟ واش بقى لكم في كاطو العيد؟ بقى غير حبه نشوك راني اكليتها خبيتها وكليتها، المهم بصحتي. اليوم جبت لكم يعني شربت لاتيزان ديالي والقهوه توجور دي فوا نشرب صباح لاتيزان، ما نشرب لا حليب لا والو. المهم نشرب لاتيزان هكاك بتيزانه بالنعناع بالقرنفل باي حاجه. المهم تيزانه الصباح ما شاء الله تخليكم نهار يعني ما عندكم لا اي مشاكل. المهم هذه هي حبه المشوكه، هي قالت لي هي لا فيريتي مطريه ما طرت ما والو مقرمشه. هذا هو المشوك اللي نحبه، هذه هي القهوه اللي نحبه في المشوك. الزول في اللون نعم وين ندير لا فيديو من الصباح سويغ لا تيزان القهوه وين جواز ونزمور اتظلم الوصفه باذن الله هون تعجب. المهم هذا هو طاجين الزيتون كما قالوا عدنا الى عادتنا كل يوم درنا طاجين تاع الزيتون. المهم درتها لكم بالطريقه ديالي تجيكم بنين الصح دوكا في لي زيبيس. يعني اذا تعرفي تخدمي لي زيبيس كل حاجه بلي زيبيس ديالو الطواجن ديالك دائما يخرجوا لك روعه. بما ان عندك ليكسبيريونس في لا كويزين، شاك فوا ديري لي بيس يخرج لك بنين، شاك فوا ديري هذه يخرج لك بنين، اعتمد على هاد لي زيبيس ديالك، كل واحد بلي زيبيس ديالو. المهم كما العاده الزبده ولا مارغرين تزيدكم بنه في الطواجن ديالكم. المهم درت واش درت عندي زروديه مقطع رقيقه، عندي شويه دجاج، عندي بصل والزيت. المهم قيس 4 ملاعق ديال الزيت كل واحد. المهم ما تفوتيش 4 ملاعق ديال الزيت في طاجين الزيتون ولا في اي حاجه اللي عندها دجاج ولا عندها اللحوم، باك ما يجيكش عنده ليدان بزاف، عنده زيوت بزاف. المهم ما نحبش الحاجه اللي عندها ليدان بزاف. واش بعد ما سخنت هذا الزيت سخنت شويه تاع المارغرين، راح ليه هذاك المقطع، درت له شويه ملعقه تاع مارغرين، يعني نص ملعقه ديال المارغرين باه نقلي الدجاج ديالي. في هاد بعد ما غليت الدجاج كيما على بالكم الدجاج ديالي توجور غليوه باه ينحي له هذوك الرغوه. ما نزيد له حتى بنه في لي صوص ديالكم. بعد ما قليت الدجاج ديالي اكيد نزيدو البصل. توجور قلوا الدجاج ديالكم تري بيان باه تزيدوا البصل تاني قلوه تري بيان باه نزيدوا لي زيبيس، نزيدوا الحوايج واحد اخرين. لكن ولينا كان البوليني سرك شويه خمغ قيس 4 طنجين الزيت، انا شويه لا مارغرينا ميفسينوك بيان حمال، انا اصلا البوليني قليت تري بيان مع البصل ومع الثوم. ونمرقوا بالماء سخون، دائما تمرقوا بالماء سخون. لازم تمرقي الطاجين ديالك قيس واش يطيب اللحم ولا الخضره ديالك. في لي زيبيس درت شويه كركم، شويه زنجبيل، شويه قرفه، مع الكوري، مع شويه ثوم بودره، ولي زيبيس تاع الدجاج مع لي زيبيس تاع طاجين الزيتون. كل واحد ولي زيبيس واش يحب. المهم هاد لي زيبيس لي صوص بلانش انا زدت شويه الفلفل العكري باسكو نحبو هكاك تجي الصوص يعني ماشي بلانش. المهم نزيدو هذوك ازرو ديال الجزر مقطع رقيقه مع الزيتون اللي غليته لمده 5 دقائق من قبل، نحيتو هذوك كامل الملح حيتو صا وطاب لي نص دياب، ونزيدو يطيب في لاصوص. زدت شويه معدنوس ونمرقوا بالماء سخون. في الاول مرقت بالماء شويه باه هذاك لي زيبيس ديالي ما يتحرقوش، دوك نمرقوا بالماء سخون. المهم تحبوا صوص بلونش خليوه غير هكا، اذا تحبوا صوص روج زيدوا شويه فلفل عكري مع الطماطم غير كيما يتجمر هذا الطبق ديالي ونحيه ونديره لكم في صحن التقديم. المهم جاكم بنين ما شاء الله، يعني جاني صوص خاطره. هذا هو الطبق ديالي، زينته بالمعدنوس وكل واحد كيفاه يحب الصوص تاع طاجين الزيتون ديالي، صوص بلانش ولا صوص روج كيما تحبوا. المهم الصح في طريقه الطياب. وصلنا لاخر فيديو، ان شاء الله وصفتنا تعجبكم نهار اليوم. الى الوصفات المقبله باذن الله او نينير تنمير الله فيديو ديتو ان شاء الله. ان شاء الله تعجب العويسه تاعينيا. ما تنساوش باللايك والاشتراك للقناه. بقى على خير، في امان الله. تنمير.